السلام عليكم أحبائي. نقدم لكم فيما يلي أهداف المنتخب المغربي ضد منتخب تنزانيا. الهدف الأول من توقيع نايف أكرد بعد ركلة زاوية من طرف الخنوس، والهدف الثاني من ضربة جزاء حصل عليها نصير مزراوي ونفذها بنجاح إبراهيم دياز. إليكم ملخص الأهداف. فرجة ممتعة. تلمس الخط خلاص. بلال يا بلال يستعد للركنية لمنتخب المغرب في رحلة البحث عن الجول الأول. هنا العرضية، هنا الرأسية في مرة في الجول. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، ما لم يفعله المهاجمون فعله المدافع الأول نايف أكرد. نايف أكرد يضرب المرمى، يسجل أولا. هذا هو الضغط الذي نبحث عنه. هذه هي الطريقة التي ممكن تضرب بها هذه الخصوم وهذه المنتخبات الغريبة والعجيبة. 1-0 لمنتخبنا. نايف أكرد أنت البطل، أنت العملاق. نعم يا سادة، سجل منتخبنا الهدف الأول بهذه الطريقة. ضغط عالي، ضربة دفاعية، عرضية ورأسية اليمين. المدافعان يصنعان الفارق. اليمين بالراس، لكن قدم أكرد هي من تضرب الشباك وتفتتح المباراة. نايف أكرد يسجل هدف ثاني في المباراة رقم 55 بقميص المنتخب المغربي. نعم يا نايف، اضرب وافرح وابتسم يا صغيرتي. مصراوي الى دياز، اللمسات والعباد البينية. يا ولد يا ولد، اليد كانت واضحة، اليد كانت واضحة. ركلة جزاء مغربية، وبالتالي اللعب على رفع عنوان، ومصراوي تحصل على ركلة الجزاء لمنتخبنا الوطني عند الدقيقة 10 من شوط المباراة الثاني. هذه الكرة وهذه اللقطة وهذه اللعبة، انظر للقطة وشوف الكرة. انت يدك واضحة، والكرة اكيد ستبقى لمصلحة المنتخب المغربي. منتخبنا الكرة لابراهيم دياز، يستعد ابراهيم الى الامام. دياز 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 في المرمى. جول للنجم رقم 10 الثاني لمنتخبنا. 2-0 في 13 دقيقة. المغرب يضرب بقوة هذه المرة وينقض على تنزانيا في شوط المباراة الثاني. 2-0 للأسود. الأسود تحتسب في الشوط الثاني وتؤكد بأن الانتصار حليف الليلة والوصول إلى النقطة رقم 15 على بوابة المونديال. يا سادة، الأسود تمرض ولا تموت في الشوط الثاني. لا أدري ماذا قال لهم وليد. قال لهم خلاص أتعبتموني وأتعبتمونا، لذلك في الشوط الثاني لابد أن تظهروا. نريد معدنكم الحقيقي وقوتكم المعهودة. إبراهيم دياز يضرب المرمى ويسجل هدف الثامن في هذه الليلة. افرح يا وليد، فالانتصار حليفك من جديد. ابتسم يا وليد، فالفوز حليفك من جديد هذه الليلة. وليد على فكرة إذا فاز اليوم سيكون هذا الفوز 11.